الست لما الست لما يا عيني لما يا روحي لما. المذيعة البيضة ياسمين عز افتكرت نفسها مفكرة وكده بعد ما وضعت نظرية عدم وضع الخيار جنب الطماطم لعدم اختلاط الأنساب. ما تحطيش الطماطم جنب الخيار، غلط 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 وعيب. أو تصنيف الأصوات من صيف الشتوي. وبالمناسبة ده كان شكل ياسمين عز قبل اكتشاف فلوس السعودية، عشان لو حد عايز يعذرها بعد اللي هي بتعمله ده. والحكاية بدأت لما طلع الفنان محمد صبحي قال إن هو مش عاجبه فيلم الست وإن ده تشويه لسمعة أم كلثوم. فياسمين عز في الوقت ده أدركت إن هي لازم تحلل الفلوس اللي بتاخدها في القناة. محمد صبحي لما تيجي تتكلم عن بلد شقيق، بلد عظيم، بلد كريم زي السعودية، تلزم حدودك. وطلعت تهاجم الفنان محمد صبحي، بس جابتها بقى بطريقه غير مباشره، ان قعدت تقول له يا مربي الاجيال يا بتاع القيم يا مش عارف ايه، جو ردح بس شيك شويه. وان جابت له يعني تاريخ محمد صبحي مثلا 40 50 سنه، جابت له فيلمين، قالت له فيلمك مع هياتم وفيلمك مع مش عارف مين وبتاع. ان هي افتكرت دلوقتي ان لازم تبقى في اخلاق في الفن، مع ان ياسمين عز في كل اسبوع اصلا هي بتستضيف رقاصه يا فنانه ليها فضيحه اخلاقيه قبل كده، يا اما جابت مثلا نجوم عادي من الجيل بتاع محمد صبحي زي سمير غانم. ان هو اصلا سمير غانم مؤسس التنمر الحديث، بس هو طالما ما فيش ما بيننا وما بينه مشاكل لا هيبقى فنان كبير وكده. لكن لو سمير غانم كان هو مكان محمد صبحي كانت هتطلع تقول له انت علمت الناس التنمر وانت ولا فنان ولا كبير ولا اي حاجه من كل الكلام ده. وياسمين عز افتكرت برضو ان السعوديه ارض مقدسه ما ينفعش حد يتكلم عليها تلزم حدودك وتعرف بتقول ايه وانت بتتكلم عن اطهر بقاع الارض، الارض اللي بيرقد فيها خير الانام محمد عليه الصلاة والسلام. ما خدتش بالها اصلا من المليطه اللي كانت في المهرجان اللي موجود في السعوديه من اسبوعين ولا من 3 اسابيع، ولا من الحفلات بتاعه موسم الرياض اللي بتحصل كل اسبوع وكل شهر. هي عملت بالظبط زي العيل الصغير اللي كنت تيجي تضربه في المدرسه يقول لك لا دي الشنطه فيها كتاب دين. الشنطه فيها كتاب دين، الشنطه فيها كتاب دين، يا ده انت كافر يا ولا ايه؟ يقول لك الشنطه فيها كتاب دين. يعني مثلا لو جه حد قال لي يرضيك الفساتين اللي بتحصل في مهرجان الجونه دي، اقول له دي مصر مذكوره في القران يا اولاد الجزمه، ازاي تتكلموا وتقولوا كده؟ هي نفس الفكره بالظبط، ان الدوله او الشعب ما لهمش اي علاقه بالفنانين او باللي بيحصل في الفن. والاعلامي عمرو اديب برضه طلع يهاجم محمد صبحي ان انت اللي عايز تعمل مؤامره عشان تغطي على مشكله السواق. بص كل اللي شغالين في ام بي سي مصر بيموتوا نفسهم لاجل لقمه الكافيار والسوشي، اكيد لقمه العيش دي هم خلاص نسيوها. وعمرو اديب برضه طلع يردح لمحمد صبحي بس بطريقه مختلفه عن ياسمين عز شويه، وقعد يقول ان هو بيعمل كل ده بيلغوش على مشكلته هو والسواق وخلاه يجري ورا العربيه. ابتدوا ايه يعوموا الموضوع، مع ان اصلا عمرو اديب من سنه او من سنتين استضاف محمد صبحي وقعد يقول له انت نجم كبير ونجم مش عارف ايه وبتاع. انا اصلا لما جيت ابحث على الفيديو اللي هو عمرو اديب بيهاجم فيه محمد صبحي لقيت له فيديو بيشكر فيه. انت عارف انا بحبك قد ايه، ومصر كلها بتحبك. لسه بقول ان انت في الوجدان، انت وده يرجعنا على فكرة للنقطة اللي احنا ذكرناها في الحلقة بتاعت الوجه الآخر للنقد الفني، إن لو الفنان علاقته كويسة بالإعلام والنقاد هيبتدوا يطبلوا له حتى لو هو بيقدم زنا فني، أو بقى لو أنت اختلفت مع النقاد أو مع الإعلام هيبتدي يطلعوك شيطان. يعني أنا قلت من كام حلقة إن الكوميديا بتاعت محمد صبحي في جزء من مسلسل ونيس وأحفاده إن هو فيها نسبة كبيرة أوي من التنمر أو التنظير اللي ممكن أطفال تبتدي تاخد الستايل ده أو رجالة، وقلت إن هي ما بتعجبنيش. لكن انا مش هستنى مثلا لما ابقى في مشكله معايا انا ومحمد صبحي شخصيا عشان اقول لك لا والله الراجل ده مش عارف ايه، وافتكر له بقى الفيلم بتاع هياتم، وافتكر له مش عارف الفيلم اللي هو عمله سنه 70، والواحد يبتدي بقى يقلب في القديم والجديد. ان الفنان محمد صبحي انسان عادي، يعني مش كل الاعمال بتاعته هتلاقيها 100% اخلاق او تصريحاته في الحياه كلها تعجبك. لكن انت ما تختارش بقى ان انت لما تبقى مختلف معاه تبتدي تطلعه شيطان، ولو انت حبيبك تقول لا ده الفنان القدير والفنان الكبير. والمشكله بتاعت الفنان محمد صبحي والمستشار تركي آل الشيخ او موسم الرياض عموما ما بداتش من فيلم الست، ان هو حصل من 3 سنين او من 4 سنين. طلع الفنان محمد صبحي قال ان هو اتعرض عليه يعمل مسرحيه في موسم الرياض، وهو رفض ان هو مش هيقدر يقدم مسرحيه تحت مسمى الترفيه، ولازم المسرحيه يبقى متعوب عليها ومعمول عليها بروفات كتيره جدا، مش ان هو هيبقى مسرحيه شقلب وقلب تتعمل في 3 4 ايام. وطلع وقتها تركي آل الشيخ لقح
على الفنان محمد صبحي وقال ان هو اراجوز، وطلعوا فنانين اتحمقوا للي حصل لمحمد صبحي، وكان من ضمنهم باسم سمره، او باسم سمره تقريبا الوحيد اللي طلع عمل فيديو وطلع هاجم تركي آل الشيخ. وكان بيتزامن في الوقت ده ان باسم سمره كان مشارك في مسلسل بيتعرض على منصه شاهد السعوديه، وكان الاعلان بتاع المسلسل ده بيتعرض كتير على التلفزيون. فجاه المسلسل ده اختفى نهائيا، وطلع بعديها بيومين 3 باسم سمره اعتذر لتركي آل الشيخ وقال ان هو ما كانش يقصد، والموضوع اتقفل. ومش عارف المسلسل ده اختفى تقريبا للابد او ممكن يكون اتعرض من غير اعلانات، ما اعرفش. والناس وقتها طلعت هاجمت تركي آل الشيخ كالعاده، والموضوع اخد له مثلا اسبوعين 3، بعد كده الموضوع اتقفل. بس تركي آل الشيخ اتعلم من الموضوع ده وقرر في المشكله بتاعه محمد صبحي وفيلم الست ان هو ما يطلعش يتخانق بنفسه يعني، فخلى رجاله وحريم قناه MBC مصر هم اللي يتصدروا الموضوع، وهم اللي خدوا التلطيش من الجمهور. يعني الموضوع اصلا بقاله 4-5 ايام، انا جاي متاخر عشان انا كنت تعبان بقالي يومين 3. يعني انت لو فتحت الفيسبوك ولا الانستجرام دلوقتي مع ان الموضوع بقاله 4-5 ايام هتلاقي الناس غسلاه. نيجي بقى للنقطه الثانيه واللي هي تخص المستشار تركي آل الشيخ برضو، والفيديو 4 نقط ان احنا مقسمينها عشان ما نتوهش. وطلع المستشار تركي آل الشيخ قال لما لقى الهجوم زاد وكل المشاكل دي حصلت، قال والله العظيم الفيلم، عارف انت الاغنيه بتاعت البانجو مش بتاعي والله بريء بيه، هو نفس الفكره. قال ان هو الفيلم ما يعرفش عنه اي حاجه فنيا، وان هم الفيلم او الفيلم نفسه انتاج مصري 100%، وهو بس كان بيرعى الفيلم. ودي النقطه اللي مش فاهمها، يعني ايه ما هو الانتاج يعني الرعايه؟ هم حاسسين ان اللي بيرعوا الفيلم ده بياخدوا الفيلم يرضعوه، يروحوا يبوسوا الفنانين ويحضنوهم الصبح مثلا قبل التصوير. يعني مثلا لما يقول لك الراعي الرسمي للنادي الاهلي ده مثلا بياخد اللعيبه يهشتكهم او يخلي اللعيبه تتمرجح، مش هو بيدفع فلوس مثلا للنادي عشان يحط اللوجو بتاعه. فكان الموضوع غريب بصراحه. واصلا الافيش او البوستر بتاع فيلم الست اللوجو بتاع موسم الرياض وهيئه الترفيه منور فيه، فانتوا يعني انت مش منتج حاطط اللوجو بتاعك ليه؟ طب ما كانوا حطوا مثلا اسم انا والسبكي، انتوا عارفين انا بحب افلام السبكي قد ايه، كانوا شالوا اللوجو بتاع هيئه الترفيه وموسم الرياض وحطوا اللوجو بتاع السبكي. فالموضوع كان غريب بصراحه، ان المنتج صاحب المشكله مش عارف يدافع عن نفسه او يخرج نفسه من الموضوع، ولا الاثنين اللي جايبهم يلحقوه قدروا يعملوا حاجه برضه. انا حاسس ان المستشار تركي آل الشيخ لما لقى حوار ان الرعايه والانتاج ما كلتش مع الناس، ان هو طلع قال انا مش منتج انا راعي بس للفيلم، هيطلع بعد كده يقول لك ما هو احنا كان قصدنا ايه بان الفيلم انتاج مصري 100%، ان احنا بعتنا ريالات للشركه المشتركه معانا في انتاج الفيلم اللي هي سينرجي، فشركه سينرجي حولت الفلوس من الريالات للجنيه المصري، والممثلين قبضوا بالجنيه المصري، فكده الفيلم انتاج مصري 100%. ده انا حاسس ان المبرر الوحيد اللي هيحصل مثلا خلال الاسبوعين الجايين. نيجي بقى للنقطه الثالثه وهي اصلا سبب المشكله، وهي التعرف على حياه ام كلثوم الشخصيه اللي بيناقشها الفيلم، ودي اللي كل حد عايز يدافع عن الفيلم بيبتدي يروج للفكره دي او يحاول يقنع الناس بيها، ان هو مثلا نطلع لك ام كلثوم في فيلم الست حريقه سجاير بسبب ان هي ست مفكره ودماغ وكده، مع ان انا سمعت كلام ناس كتير عصرة ام كلثوم قالوا ان هي ما كانتش بتشرب سجاير كتير، وفي ناس ما شافتهاش اصلا بتشرب سجاير، او مثلا بيطلع لك في موقف كانت بتتخانق فيه مع حد، او ان هي بخيله ان هي ما ادتش فلوس لواحد شغال معاها في الفرقه وراحت مثلا ادت الفلوس لمرات. بص الحوارات كلها العائليه دي، وانا شايف ان كل الحوارات دي ملهاش لازمه. يعني انا ماليش دعوه او ان انا ما يهمنيش اعرف ان حياه ام كلثوم كانت ماشيه ازاي وبتاكل ازاي وبتنام ازاي، ان دي حاجات ما تهمنيش، واصلا الست ميته من 50-60 سنه، فانت مش هتيجي دلوقتي تعرفهم على الست ام كلثوم عشان اي حاجه هتتكتب عن حياتها هي بنسبه 70-80% المؤلف حاطط التاتش بتاعه، ان هو حاطط بقى الحبكه الدراميه وكل الحاجات دي، ان سواء الست ام كلثوم كانت شخصيه كويسه في حياتها او شخصيه وحشه احنا مالناش دعوه، احنا لينا الفن بتاعها اللي كان بيتقدم والحاجات التاريخيه اللي عملتها، زي مثلا ان هي جمعت تبرعات للجيش وقت الحرب، او ان هي كانت عايزه باغانيها تقوي من عزيمه الشعب. ده اللي يهمك في الموضوع، ان هي كانت بالفن بتاعها والحاجات اللي قدمتها لصالح مصر وخلاص. انت عارف الموضوع عامل شبه ان انا مثلا اكون مخرج واجي كمان 50-60 سنه اقول والله كانت في فنانه قديره اسمها منى زكي هنعمل تاريخ حياتها، ونقوم جايبين بقى في الفيلم بتاعها ان ازاي المخرج في اصحاب والعز كان بيشرح لها المشهد ان هي تقلع فيه الكلوت او الاندروير. يطلع ايه الاندروير ورداء جناب العمده؟ دي حاجة لو عرفتوها تبقوا عمد. والله بص يا فنانه انت هتروحي عند الباب بعد كده ترجعي تخشي الاوضه تسلتي مش عارف ايه وترجعي تحطيه في الشنطه وتخرجي تاني، تعالي بقى نعمل بروفه بقى يا استاذه منى زكي
ونقوم عاملين بروفه 3 4 مرات، بعد كده لا اتفضلي يا فنانه خش صوري، ويتعمل الفيلم ده مثلا 2060 ولا 2070. الناس استفادت من ايه؟ ولا اي حاجه خالص، ان انت بس بتقدم خرا فني وخلاص. والمشكله اصلا دلوقتي الفنانين لما حد على السوشيال ميديا بيعلق مثلا على المليطه اللي بتحصل في مهرجان الجونه او اي حاجه، يقول لك مالكوش دعوه بينا ودي حياتنا واحنا حرين، وهم عاملين فيلم عن ام كلثوم عايزين يدخلوا الشعب كله في حياتك، سواء المعلومات دي كانت صح ولا غلط. والحته دي كانت حرق من الفيديو بتاع فيلم الست، والفيديو ده مش هينزل دلوقتي، ممكن ينزل الشهر الجاي ولا الشهر اللي بعده، عشان حاسس ان هو دلوقتي المنتج بتاع الفيلم هو اهم حاجه عنده، يقول لك حتى لو الفيلم مش عاجبك او سمعت عنه حاجه وحشه خش اتفرج وخلاص، هياخدوا الايرادات اللي هم عايزينها، يقول لك اولع بجاز بقى، يعني حتى لو الفيلم فيه غلطات ما فيهوش غلطات اولع بجاز ملناش دعوه بيه. زي اللي حصل مع فيلم ولاد رزق، الفيلم كله الفاظ وايحاءات جنسيه، يقول لك لا والله الاحسن احنا الفيلم بتاعنا جاب ربع مليار جنيه وايراداته بره مصر جابت مش عارف 8 مليار وجو الحاجات دي. فهم عايزين يعملوا نفس النقطه دلوقتي، ان هم يخلوا الناس تتفرج وخلاص، واي حد بيتكلم دلوقتي على السوشيال ميديا عن الفيلم فهو بالنسبه لهم بيعمل لهم دعايه، سواء ايجابيه او سلبيه مش فارقه معاهم. ونيجي بقى للنقطه الاخيره، وهي دعم الفنان احمد حلمي لمراته الفنانه منى زكي. والمشكله بتاعت فيلم اصحاب ولا اعز لما منى زكي قلعت الاندر فيه ده، كنت اول مره اخد بالي ان الجمهور غيران على منى زكي اكتر من احمد حلمي. يعني احمد حلمي طلع وقتها في برنامج مع عمرو اديب وقال له الناس مش عارف ايه، ودول عايز يقول يعني بالمعنى ان هو متخلفين وان احنا ما بنسمعش للاراء دي وكده. واحمد حلمي بقاله 5 أو 6 ايام، وممكن عمل ما الفيديو ده ينزل يبقى 7 ايام، عمال يشير كميه حاجات بالعبط على الفيسبوك، ان هو اي حد كان منزل بوست قال ان الفيلم كويس قام مشير له البوست بتاعه، مع ان في الافات قالوا ان الفيلم مش عاجبهم، بس هو قال لك لا دول اعداء النجاح. وده بكل بساطه ان هم عايزين يلموا الفضيحه بتاعه الفيلم. وبرده زي النقطه الاولانيه ان هم عايزين الناس تخش الفيلم وخلاص، عشان الفيلم ده تكلفته اعلنوا ان هي داخله في النص مليار جنيه او 500 مليون جنيه، والفيلم في اول اسبوع عرض جاب 12 مليون جنيه بس. وال 12 مليون جنيه ايرادات اللي كانت في اول اسبوع هي ايرادات ضعيفه جدا بالنسبه لميزانيه الفيلم اللي هي 500 مليون جنيه مثلا. ان لو قارنت مثلا افلام تانية كانت بانتاج موسم رياض او هيئه الترفيه، كان هتلاقي في الاسبوع الاول بيجيب لك 20 مليون و25 مليون و30 مليون، ان هو اصلا في اول شهر المفروض ان انت بتجمع 70% من الايرادات بتاعه الفيلم بتاعك. بعد كده الايرادات بتنزل بقى، هتلاقي في الاسبوع جايبين 70,000 جنيه و100,000 جنيه و150,000 جنيه. فبيبقى لصناع الفيلم هو اهم وقت هو اول شهر لنزول الفيلم. فيبقى اصلا بالنسبه للفيلم ده لو الفيلم ما جابش فوق ال 700 مليون جنيه ايرادات او 800 مليون جنيه ايرادات، فهو الفيلم ده فشل ذريع. ان الايرادات دي اصلا كلها زي ما قلنا قبل كده في حلقات كتير، هي مش كلها هتروح للمنتجين، هتتوزع بقى على الموزعين والسينمات وكل الحاجات دي. فهي لازم عشان الفيلم ده ينجح مثلا، او يقول لك نجح وجاب مصاريف، ولازم يجيب مثلا 800 مليون جنيه. وطالما اغلب المصريين قفشوا بسبب ام كلثوم، الفيلم ده مش هيجيب ايرادات في مصر كتير. يعني الفيلم ده لو جاب 100 مليون جنيه ولا 150 مليون جنيه ده المنتج يعمل فرح. بس هتتحل بايه؟ هيجي لك برضو ان المنتجين بتوع الفيلم كمان شهرين ولا 3 شهور يقول لك الفيلم جاب ايرادات في قطر والامارات والسعوديه، وهيضرب لك بقى رقم عبيط، ان هو هيقول لك مثلا الفيلم جاب 2 مليار، والفرق ده بيبقى بسبب سعر الصرف او الفرق ما بين العملات. يعني مثلا الدينار الكويتي ب 150 جنيه ولا ب 160 جنيه. فلو في واحد دخل السينما في الكويت اتفرج على الفيلم، هو جاب فلوس او جاب ايرادات قد 15 واحد مثلا دخلوا السينما في مصر. وبس كده، دول الاربع نقط اللي انا كنت عايز اتكلم عليهم في الفيديو ده. وانا عارف ان انا جاي متاخر وتعبان، وامبارح متفرج على المنتخب وكسبان في اخر دقيقه فتعبت اكتر. وان شاء الله هيبقى في فيديو كامل عن فيلم الست زي ما قلت لكم، هيبقى ممكن ينزل الشهر الجاي او الشهر اللي بعده، هنلم بقى فيه كل اللي حصل او كل الحوارات بتاعه فيلم الست. وبس كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش.